الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وأنعم علينا بجعلنا من أمة سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى من تبعه ووالاه إلى يوم الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فيا أمة الحبيب الأعظم، صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ويقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أعلنتم وبما أخفيتم وما أعلنتم. إخوة الإيمان وحراس العقيدة، في السنة 6 للهجرة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدي مناسك العمرة، فخرج مع 1400 من أصحابه وأحرموا بالعمرة وساقوا معهم الهدي. فلما وصلوا أشراف أو أطراف مكة في مكان يدعى الحديبية صدتهم قريش ومنعتهم من الدخول، وتم فيما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية. من بنوده توقف الحرب ل10 سنوات، من أراد أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل بنو بكر في حلف قريش، وانضمت خزاعة إلى طرف النبي عليه الصلاة والسلام. تحلل النبي عليه الصلاة والسلام من عمرته وعاد إلى المدينة المنورة. وفي السنة 8 للهجرة نقضت قريش الصلح بين بني بكر وخزاعة، دماء وثارات في الجاهلية، فاستغلت بنو بكر هذا الصلح
وهاجمت بني خزاعة على بئر يقال له الوتير، وفظعوا بهم قتلى، قتلوا أكثر من 20 واحد منهم، حتى دخلت خزاعة الحرم وناشدت بني بكر ومن معهم فأبوا، واعتدوا على حرمة الحرم، وأمدت قريش بني بكر بالعتاد والرجال سرا، وهذا نقض لصلح الحديبية. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة، ودخل المسجد ووقف على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنشده قائلا: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا نقضوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا اعتدى، وادعوا عباد الله يأتوا مددا. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. ثم رأى سحابة قال: إن هذه السحابة لتستنصر لبني كعب، لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب. عاد عمرو بن سالم، شعرت قريش بالخطأ الذي ارتكبته وأنها قد جاءت إلى حتفها، فأرسلت أبا سفيان حتى يقوي الصلح ويزيد في المدة. فلما دخل المدينة أراد أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: ما الذي جاء بك يا أبا سفيان؟ قال: جئت أؤكد الصلح وأزيد في المدة. قال: هل أحدثتم شيئا؟ قال: لا. قال: نحن على صلحنا. شعر بالعطب، كلم كبار الصحابة أبا بكر وعمر وعلي، والكل يشير عليه أنه لا يستطيع أن يكلم في ذلك رسول الله. ذهب إلى ابنته أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ليزورها، وقد مرت عليه سنوات لم يرها. فلما دخل بيتها طوت فراشا كانت قد مدته لرسول الله، فقال لها: يا بني، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ قالت: هذا فراش رسول الله وأنت امرؤ مشرك نجس، لا تجلس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها: والله يا بني لقد أصابك بعدي ضرر. عاد أبو سفيان أدراجه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعدوا أنفسهم، لكنه كتم الخبر أين وجهته، ولم يطلع على ذلك حتى المقربون من أصحابه. أبو بكر يسأل أمنا عائشة: أين وجهة رسول الله؟ فتقول: مرة لم يسم لنا ذلك، وتسكت الأخرى. النبي أيضا بعث سرية مع أبي قتادة إلى مكان آخر، إلى واد اسمه وادي عظم في جهة
الشمال من المدينة حتى يعمي الخبر، لكن واحد من الصحابة كأنه وصل الخبر إليه، حاطب بن أبي بلتع، فكتب كتابا إلى قريش يخبرهم بقدوم رسول الله إليهم، وأعطى الكتاب امرأة وطلب منها أن توصله إلى أبي سفيان. نزل الوحي من السماء يخبر الحبيب بهذا الخبر، فاستدعى النبي 3 من أصحابه عليا والزبير والمقداد، وقال لهم اذهبوا إلى وادي خاخ أو إلى روضة خاخ، تجدون ضعينة معها كتاب من حاطب إلى قريش، فأتوني بالكتاب. ذهب الفرسان 3، فلما وصلوا وجدوا الضعينة حيث أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لها أيتها المرأة أخرجي الكتاب الذي أرسله حاطب معك إلى قريش. قالت ما معي من كتاب. قالوا بلى معك، فامتنعت وأنكرت. فقال لها سيدنا علي والله ما كذبنا وصدق رسول الله، لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، يعني سوف نفتش. فلما رأت إصرارهم قالت أشيحوا بوجوهكم، ثم أخرجت الكتاب من ضفائرها. حملوه وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى رسول الله حاطب. ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما كفرت منذ آمنت وما فعلت ذلك نفاقا، ولكن أنا رجل ملصق بقريش، ليس لي من عشيرة تحميني، وأنت والمهاجرون معك لكم عشائركم وقومكم. أحببت أن أصنع هذه اليد لقريش حتى يحموا قرابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. فقام سيدنا عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما أدراك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر وإنه شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ندم سيدنا عمر على ذلك وجعل يبكي ويقول الله ورسوله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام شدد الحراسة في المدينة، وجعل سيدنا عمر من يتولى ذلك، فكان عمر يطوف على الناس ويقول انظروا من شككتم بأمره فردوه، ولا تدعوا أحدا يذهب ناحية مكة أو إلى مكة إلا وأوثقتموه حتى لا تصل الأخبار إلى قريش. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالأسباب، ثم لجأ إلى الله عز وجل وقال اللهم اعم عنا أبصارهم وأسماعهم فلا يرون إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأة. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام بجيش عداده 10,000 في 10 من شهر رمضان. توجه عليه الصلاة والسلام من المدينة المنورة ومعه الصحابة الكرام، وتوجه إلى مكة المكرمة. فلما وصل في منتصف الطريق هناك أفطر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بأن يفطروا حتى يتقووا على الجهاد في سبيل الله. عندما وصل إلى الجحفة
أو إلى الجحفة وجد سيدنا العباس رضي الله عنه وقد خرج مهاجرا ومعه أهله، وكان العباس قد أقام بمكة بإذن رسول الله، فهو عين للنبي عليه الصلاة والسلام، هو نوع من الاستخبارات للنبي، وقد انتهى اليوم عمله، فأرسل أهله إلى المدينة ورجع مع النبي عليه الصلاة والسلام. التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام رجلان من قرابته، ابن عمه وابن عمته، أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية ابن المغيرة، جاء ليسلما فأعرض عنهما رسول الله ولم يقبل عذرهما. أما ابن عمه فكان شاعرا قد أذى رسول الله، وأما ابن عمته فكذلك قال للنبي كلاما كفرا والعياذ بالله وفضا. توسطت لهما أم سلمة: يا رسول الله، هذا ابن عمك وهذا ابن عمتك لا يشقيان بك. فقال رسول الله: أما ابن عمي فقد هجاني وهتك عرضي، وأما ابن عمتي فقد قال فيما قال. أبو سفيان بن الحارث معه غلام له، قال: ليأذنن لي رسول الله أو لآخذن غلامي وأمشي في الصحراء حتى أموت أو يدركني العطش فأموت. رق لهما رسول الله وقبل توبتهما ودخلا في دين الله. فقال الشاعر أبو سفيان بن حرب: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي. سار النبي صلى الله عليه وسلم ووصل مكانا يدعى مر الظهران على بعد 22 كيلومتر عن مكة تقريبا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصل مساء عشاء، أمر الصحابة أن يستريحوا وأن يكثروا من إشعال النيران، ووضع حرسا عليهم، ورئيس الحرس هو سيدنا عمر. أما سيدنا العباس قال: وصباح قريش، والله لئن دخل عليهم رسول الله عنوة لا تقوم لقريش قائمة أبد الدهر. ثم ركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من المعسكر، عساه أن يجد أحدا من الحطابين أو المسافرين حتى يبعث خبرا لقريش حتى تأتي وتطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش عندما عاد أبو سفيان خالي الوفاض علمت أن الأمر جد. خرج في ذلك اليوم 3 من زعماء قريش يتنسمون الأخبار: أبو سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام. نظروا فوجدوا هذه النيران قد أشعلت في الصحراء، فقال بعضهم لبعض: ما رأيت نيرانا كاليوم قط. فقال رجل: هذه خزاعة أنهكتها الحرب. فقال: خزاعة أقل من أن تكون نيرانها هكذا. فسمع حوارهم سيدنا العباس فنادى: أبا سفيان. عرف أبو سفيان صوته، قال: من أبو الفضل؟ قال: نعم. قال: ما وراءك؟ قال: ويحك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش لا طاقة لكم به، هلم إليه واطلب منه الأمان. قال: فأركبه على بغلته أو على بغلة رسول الله خلفه وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رآهم رئيس الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نظر فقال: عدو الله
أبو سفيان أمكن الله منك بغير عهد ولا ميثاق. ثم خرج يعدو أثره ويمشي خلفه يريد أن ينقض عليه، وأسرع العباس الناقة حتى وصل إلى رسول الله. قال عمر: يا رسول الله، هذا عدو الله، دعني أضرب عنقه. فقال العباس: لقد أجرته يا رسول الله. قال: يا عم، خذ أبا سفيان وأتني به في الصباح. في اليوم الثاني أحضر العباس أبا سفيان فوقف بين يدي رسول الله. قال: أما آن لك يا أبا سفيان أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: والله لو علمت أن ثمة إله غير الله لمنعني، أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي يا محمد، أما هذه ففي القلب منها شيء. فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان، أسلم قبل أن يقتلك القوم. قال: فأسلم. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الفخر، فاجعل له شيء. فقال: يا أبا سفيان، ارجع إلى قريش وأخبرهم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ثم قال: يا عماه، احبس أبا سفيان عند منعطف الوادي حتى يرى جنود الله. فذهب سيدنا العباس بأبي سفيان. كانوا جالسين في واد فسيح، إذا أرادوا أن يخرجوا سيضيق الطريق، سيمر الجيش كله من مكان واحد ضيق. فحبس أبو سفيان هناك، وجعلت الجيوش القبائل تمر الواحدة تلو الأخرى كتائب. فيسأل أبو سفيان العباس: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء مزينة. قال: ما لي ولمزينة؟ كتيبة أخرى: من هؤلاء؟ هؤلاء بنو سليم، هؤلاء بنو فلان، ما لي ولبني فلان. حتى مرت الكتيبة الخضراء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار مدججين لا يرى منهم إلا الحدق. قال: من هؤلاء يا عباس؟ قال: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. قال: الله أكبر يا عباس، لا طاقة لأحد بهؤلاء أبدا، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال: إنه ليس بملك ولكنها النبوة. قال: نعم. إذن عاد أبو سفيان إلى مكة، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل على أطراف مكة عند مكان يسمى ذو طوى. هناك عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم جيشه حتى يحكم الإطباق والدخول على مكة. فوضع على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة الزبير بن العوام، وعلى البيادق الرجال، ومن بطن الوادي أبا عبيدة عامر بن الجراح. ووزع الرايات وأمر الصحابة ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم. وانتظر الصحابة ساعة الانطلاق للدخول إلى مكة المكرمة. أما قريش فقد جاءهم أبو سفيان وقد طلع على جبل أبي قبيس ينادي: يا معشر قريش. فاجتمع حوله الناس. قال: لقد جاءكم محمد بجيش لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجاءت زوجه هند تقول: لا تسمعوا لهذا الأحمر الكميت أو الحميد، ثم تقول له: بئس طالع القوم أنت، ما هذا الخبر؟ قال: لا تغرنكم هذه المرأة،
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ماذا حدث وكيف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة؟ هذا حديثنا في الجمعة القادمة إن شاء الله. في هذا القدر كفاية لمن أراد الهداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.